في أدلة جديدة من الدقائق الأخيرة للرحلة رقم MS-804، أرسلت الطائرة سلسلة من الرسائل الإلكترونية الأوتوماتيكية كشفت عن وجود دخان في حمام الطائرة خلف قمة القيادة، كما أشارت الرسائل أيضا إلى فشل في نوافذ الطائرة. شيء ما كان على مقربة من قمرة القيادة، من الممكن أن يكون فشلا ميكانيكيا أو ماسا كهربائيا، أو يمكن أن يكون عبوة متفجرة. ويبدو أن النظرية المنتشرة الآن هي أن عبوة ناسفة أسقطت الطائرة، إذ يتساءل المحققون الآن ما إذا كان شخص ما قد زرع العبوة على متن الطائرة في مطار باريس. إذا حدث ذلك في مطار شارل دي حيث شهدت فرنسا هجمات إرهابية مؤخرا وكانوا في حالة تأهب قصوى، فبالتأكيد يمكن أن يحدث ذلك في أي مكان آخر. وفي البحر الأبيض المتوسط عثرت أطقم البحث على مقاعد ومتعلقات للركاب بما فيها حقيبة سفر وكذلك أشلاء بشرية، في حين رصد قمر صناعي ما يشبه بقعة زيت قرب المكان الذي اختفت فيه رحلة مصر للطيران. نحن بحاجة إلى إيجاد هذا الحطام وتحليله، وكذلك العثور على الصندوقين الأسودين، فنحن نريد الحقيقة كاملة. ومن بين القتلى سيدة كندية تعيش في القاهرة وأم ل3 أطفال. ومدير أحد مصانع شركة بروكتر أند جامبل الأمريكية في فرنسا أحمد هلال، والطيار ومساعده الذي كان يخطط للزواج قريبا. أود أن أقول أنه الشخص الوحيد الذي كان يرسم الابتسامة على وجوهنا، وما حدث بالفعل أمر مؤسف جدا.